بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اولا السلام عليكم. عليكم السلام. ثانيا كل سنه وانتم طيبين. ثالثا اقفل تليفونك حتى لو مفيش شبكه وخليك معايا. تسلم لي يا باشا. وده يا جماعه السلوجان اللي بيخش بيه المستر على طول كل مره قبل الحصه، لدرجه ان الطلبه حفظوه صم يعني. النهارده ضيف الحلقه ضيف مميز جدا في متغير بودكاست متغير. قبل ما ابدا اعرف الضيف بحب اعتذر عن الاسبوع اللي فات، اخدناها اجازه عشان كنا بنظبط اللوكيشن، وبسم الله ما شاء الله يعني ربنا كرمنا بسبونسر للبودكاست، وهي مؤسسه الاقصى برعايه مستر مجدي صبحي والاستاف اللي معاه الجامد جدا. وطبعا معانا فريق الانتاج شركه ذا فريم، الشباب بتوع ذا فريم، مستر عمر ومستر يوسف ومستر حسين مدير الانتاج، شباب جميل، ومستر حاتم معانا كاميرا مان 3 جامد جدا. منورين يا جماعه والله. منور يا مستر، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انا عايز اقول انا معاك. وانا اسعد والله. انا عايز اقول لكم من ساعه ما بدات فكره البودكاست، من اول حلقه خالص بدانا كل الكومنتات عايزين مستر محمد كمال، عايزين مستر محمد كمال، عايزين مستر محمد كمال. فانا واثق متاكد ان هم اول ما يشوفوا الحلقه دي هيزقططوا جامد جدا يعني. ربنا يبارك فيك. بسم الله ما شاء الله محبينك كتير. الحمد لله. بسم الله ما شاء الله يعني ربنا يبارك. عامل ايه يا مستر؟ بخير والله. تشرب ايه الاخير؟ لا تشرب؟ لا والله لسه شاف حاجه. انت عارف شاف حاجه والله ما عندنا محرم بيعمل واحد قهوه جامد جدا. عرفت والله. ابعت هات لنا 2 قهوه ساده. تسلم. لا لازم قهوه. خلاص خلاص والله تمام. احنا موصيين على القهوه خلاص هتيجي خلاص. اهلا بيكم متغير. اهلا بيكم انتوا في المتغير الجميل ده. وشفت حلقه مستر حسن نجار وشفت حلقه مستر حسام خليل، 2 عمالقه بامانه يعني. والحلقه كانت جميله جدا، وحلقه تكملها للاخر يعني. حلقه بتقعد كده تستمتع بيها، تسحبك لحد الاخر. ربنا يبارك في اعمارهم يا رب. ربنا يخليك. انتوا بقى لما سمعت كلمه بتغير، في ناس كتيره فسرتها بشكل سلبي، في ناس كده ايه اول حاجه في بالك لما سمعت؟ التغير ده عندنا حاجه حلوه قوي. ده احنا احسن ماده فيها التغير. التغير ده معناه التكيف، يعني انت بتتغير في الوضع اللي انت فيه عشان تقدر تتكيف مع الظروف اللي انت فيها. حياه الاحياء عندنا كلها تغير. طلبه تيجي تقول لك، يعني يقول لك عندك طحن سبايرو جايره ده، يجي اول ما يلاقي الظروف غير كويسه فيتغير، يقوم حاطط نفسه في جدار سميك كده ويعمل حاجه كده يا جماعه، يقوم مقفله اسمها لقاحه جرثوميه. لما تتحسن الظروف يقوم متغير تاني ويرجع لحالته الطبيعيه. فحالتنا كلها الضفدع بتبدا في بدايه حياتها كلها زي سمكه صغيره كده اسمها ابو ذنيب، تفضل ماشيه كده في الميه، بتتنفس بالخياشيم وبتقوم بالزعانف بتاعتها، والدنيا فجاه يحصل تغير، يحصل تحول وتطلع على اليابس وتتنفس بالرئتين والدنيا. فاحنا التغير ده بتاعنا. التغير ده ما تقوليش بقى الفيزياء والانجليزي، احنا التغير ده بتاعنا احنا. لا، التغير ده تكتب جنبه كلمه احياء كده تحت. ربنا يبارك. احنا بنتكلم، احنا بنصور الحلقه دي واحنا الحمد لله خلاص خلصنا اخر اسبوع في السنه 2023 اخيرا الحمد لله والله. انا عايز اقول السنه جريت بسرعه، وفي نفس الوقت بهزر عايز اقول الله حس احنا عملنا فيها حاجات. هي جريت بسرعه بس كانت سنه عصيبه يعني. سنه من اصعب السنوات اللي مرت علينا بجد. والحمد لله المستر لسه جاي من لايف منصه حس مصر. الحمد لله. الحمد لله كان لايف جميل جدا. الحمد لله والله. وكل اللي تابعوه شكروا فيها. الحمد لله. ربنا كرمنا بمنصه حس مصر وكان نجاح كويس يعني. كان نجاح حاجه بتتوج شغلنا اللي اشتغلنا فيها على مدار اكتر من 20 سنه. فربنا كرم بجد ان جينا تتويج من وزاره التربيه والتعليم يعني. خلينا قبل هنيجي لنقطه حس مصر، خلينا قبلها شويه في موضوع اخر حصه في السنه ده. مجموعتك اللي احنا بنصور فيها كانوا عاملين لك مفاجاه في الحصه، وانت ما كنتش متوقعها خلاص، وما كنتش وانا شاركت معاهم في المؤامره دي. هو ان شاء الله الفيديو بتاعهم هينزل على الصفحه قريب خلاص ان شاء الله. بس انا عايز اسالك سؤال في حته ان انت علاقتك بالدفعه دي السنه دي مختلفه عن علاقتك بالدفعات السابقه. يعني انت قبل كده قلت لهم ان انتوا في دفعات وشها حلو عليا، في دفعات كانت فتحت خير عليك، في كده يعني. في دفعات كتيره فرقت يعني. في 2019 كنت يعني دفعه كانت وش الخير عليا ان انا احج اول حجه في حياتي يعني، وكانت بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. 2020 من دفعات الجميله جدا بس اتذبحت بالكورونا يعني. الكورونا ذبحتهم بدري يعني 15/3 ما عرفتش اشوفهم. 21 ربنا كرمنا بايمان سعيد يونس تاني على الجمهوريه، ربنا كرمنا بيها بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله. 22 ربنا كرمنا بحصص مصر. 23 حصص مصر برضه. بس ان شاء الله مستنيين ترتيب جمهوري، ترتيب حاجه حلوه السنه دي يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يكرمنا يا رب. ايه اخبار اللايف امبارح؟ اللايف امبارح حلو الحمد لله بجد والله. يعني هو ما اتذاعش في فيسبوك، اتذاع على منصه حصص مصر. كان يعني عشان الطلبه تبقى داخله وتشوف تستفيد بكل المواد، تعمل اشتراك في المنصه، تستفيد بكل مدرسين مصر كلها. الله اكبر عليهم، ناس عامله في حصص مصر شغل عالي جدا.
جدا. هيستفيد بشرح، هيستفيد بلايف، هيستفيد بالمراجعه. كل الحصص متاحه وباسعار رمزيه لانها تبع وزاره التربيه والتعليم. عاملين عرض، انا دخلت امبارح على اللايف لقيتهم عاملين عرض، يعني التخفيض جامد جدا، يكاد يصل ل 20%. ال 20% اللي انت هتدفعه من امتى؟ يعني التخفيض كبير، يعني حلو قوي على كل المواد. بس هو المده خلاص قصيره، يعني احنا فضلنا شهر. الحقوا بقى، لحد نهايه الامتحان استفادوا بقى. انا الله المستعان، الله ربنا يكون في عونهم. ربنا يبارك لك. خديوي الاحياء اسم مثير للجدل. الناس استغربته لدرجه ان كان في صحفي مره كان اتكلم ويقول سمعنا كتير ان يبقى خديوي ده اسم في التاريخ مثلا، بس انه يبقى في الاحياء غريبه يعني. ايوه. ففي طلبه كتير، ومن ضمنهم كان بنوته كانت طالبه عندي، كان ريهام البحيري. ريهام من الناس العسوله جدا، بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها يا رب، والدها ووالدتها يا رب. كان ساعتها معروض المسلسل بتاع سرايا عابدين تقريبا، او انا مش متذكر الاسم، بس كان فيه قصي خولي. ايوه. فكان رابطين الشبكه، الدقن ساعتها اطول من كده شويه، فكان كل حصه تيجي تدخل انت شبه حد بس انا مش عارف، انت شبه حد بس انا مش عارف. مره بقى في وسط ضجه الطلبه والكلام ده كله، ايوه الخديوي. فالخديوي اتسمعت ساعتها كلمه الخديوي، خلاص هي وخلاص بدات الموضوع يثبت ان الخديوي. وانا من الناس اللي عمري ما حطيت اسم على المذكره، يعني ان في مدرسين تقول مش عارف ايه على المذكره وحاجات والكلام ده كله، انا ما عنديش اسماء المذكره. انا عندي كده يعني المذكره الاحياء الثانويه العامه اعداد محمد كمال، حتى ما احطش كلمه استاذ، يعني ما احطش كلمه الف دي ما بتحطش خالص. ليه يعني الف دي انا ما اقدرش احط كلمه استاذ طول ما استاذ محمد علي موجود. يعني استاذ محمد علي ده استاذي، فانا ما اجرأش اقول كلمه استاذ وانا لسه تلميذ عنده، انا لسه ما اقدرش. ده اتعلمت منه كتير جدا، وهنتكلم عليه ياما النهارده ان شاء الله يعني باذن الله. فهتلاقي المذكره عندك كده اعداد محمد كمال على طول. فجينا قالت الخديوي، فحطت الخديوي في نفس اليوم بالليل، نزلت لي صوره انا والقصه يقول حتى محمد موجوده على بروفايل مستر فهتلاقي الصورتين قصاد بعض، هتلاقي في شبه قريب يعني. طب ده كان سنه كام مسمى الخديوي ده بدا معاك؟ لا قريب، مش من ايام فتره المسلسل تقريبا. طب قبل الخديوي كنت يعني لا الدنيا ماشيه محمد كمال راح فين؟ محمد كمال راح. انا افتكر لما قالوا لي ميس ويام كلمتني على اللي هو نبدا تصوير وبتاع، فمستر محمد كمال فعملت سيرش العادي اللي هو مين، عندي فضول اعرف انا رايح لمين يعني. ده فخديوي الاحياء، محمد خديوي الاحياء ما تجيش تركبش، ما علينا ما نشوف. الطلبه القديمه اللي كانت معايا قبل كده ما كانوش عارفين الخديوي، بس بقى الاسم بالنسبه لهم كده بس خلاص يعني. حتى الطلبه في الكومنتات حبيبي يا خديوي، عامل ايه يا خديوي، فبقت خلاص هي المسميات ارزاق، وانت رزقك ان شاء الله. كمان ابراهيم بحيري مدرس تاريخ في حصص مصر لقب الخديوي برضه. بنغلس على بعض احنا الاثنين بقى، يا خديوي يا خديوي. ماده التحيه برضه، ماده التاريخ. يبقى الخديوي الاحياء والخديوي التاريخ. محترم جدا ان شاء الله، الشباب محترمه قوي قوي يعني ان شاء الله. الحكايه بدات منين صحيح؟ حكايه الاستاذ محمد كمان. والله بدات من زمان يعني، اكيد بدات من الثانويه العامه. يعني انا الثانويه العامه من البدايه خالص كنت عندي حلمين، يا اما صيدله يا اما تربيه لغه عربيه. انت ما كنتش ناوي او مخطط للتدريس خالص؟ لا الصيدله الاول. التدريس ده كان حلمك لغه عربيه. حلم الصيدله حلم امي كمان، يعني امي كان نفسها ان ابنها يعني اخوها دكتور، خالي دكتور ان شاء الله في انجلترا، وامي كان حلمها ان ابنها كمان يبقى دكتور يعني. ايوه. فكان حلمي يعني، فقدر الله ما شاء فعل ان انا ما جبتش مجموعه صيدله، بس جبت مجموعه تربيه، بس كان نفسي في لغه عربيه. في السنه اللي احنا فيها الله يرحمه دكتور زين الخويسكي قال لا معلش احنا بناخد تربيه، بناخد لغه عربيه من طلبه الادبي بس. عايز تدخل خش كليه اداب. خدت ورقي ورحت على كليه اداب. لقيت بقى ابويا الله يرحمه ووالدتي والله يرحمها برضه كل الناس بقى كانت موجوده، لا 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 لا, لا. اداب ايه اللي هتدخلها والكلام ده كله، خش تربيه تدخل تتعين على طول، انت تدخل كده، ده انت بتدخل تتعين على طول. قلت لهم تمام. فما فيش قسم قدامي غير بيولوجي، قلت ادخل بيولوجي. اول يوم دخلنا فيه مضينا على عدم التكليف، وانا ما كنتش فاهم يعني ايه عدم التكليف. اتاري عدم التكليف ده عدم التعيين، يعني احنا خلاص نمضي كده، شباب صغير عنده 18 سنه بيمضي على ورقه كده ان انت لكش تعيين. انا اول مره اسمع المعلومه دي، فانا ما اعرفش بقى الكلام ده. فمضينا على الدفعات اللي قبلينا كلها تعينت، احنا من الدفعات بتاعتنا اللي ما كانش فيها تعيين الا نادرا قوي، يعني الاحتياج على حسب المحافظه اللي انت كاتبها. يعني في ناس تعين في كفر الشيخ، تعين في محافظات تانية بعيده. فقلت خلاص، وكان قراري رسمي ان انا هدخل تربيه بيولوجي وهسقط نفسي عشان خاطر اقول لهم خلاص انا ما نجحتش وهدخل اداب لغه عربيه. للاسف نجحت.
فكنت من الناس الناجحين يعني، رجعت بتقدير جيد. فقلت خلاص ما بداش ان انا لازم اكمل. لما بدانا في ثالثه كان في حاجه اسمها تدريس مصغر كده، ان احنا بندرس لزمايلنا. فلقيت زمايلي اثنوا عليا، يعني قالوا لي لا شرحك كويس، اسلوبك كويس، بتعرف توصل معلومه كويس، ادائك حلو. فقلت طب ما الفكره كويسه. نزلنا كمان تربيه عملي، بدات الطلبه من نظرات عينيهم، من اسلوبهم، من الكلام ده كله، بدات احس ان في حاجه. الموجه اللي كان معانا في التربيه العملي شكر فيا، استاذ موسى، شكر فينا الشاب كويس وعمل شغل كويس. بدا الموضوع يلمع، بدا الليله تتحرك يعني. بدأت الحكايه بقى من هنا. بدات بقى دي الحكايه المصغره، ان انا يعني خلاص هبقى مدرس، بس هتتعين تشتغل الكلام ده كله. دي فضل ربنا سبحانه وتعالى، وناس كتير كتير يعني. انا القصه دي سمعتها، شاركت في ده. قصه بدايه تعيينك سمعتها في الحصص يعني بس انت كنت دايما بتطلب لنا ايه، تتقص او ما تتزعش. انا برضه مش يعني هذكر اسماء مهمين جدا. ايوه يعني اولهم كان الحاج ابو طالب، كان موجه لغه عربيه وكان امام المسجد عندنا، وكنت الحمد لله يعني مداوم على صلاه الفجر يعني. فعرفني على استاذ، انا ما كنتش عارف هو مين الاستاذ. كان ساعتها اتعرفت عليه استاذ جابر شلوفه. استاذ جابر شلوفه كان مدير القسم الثانوي في مدرسه محمد قريم. والصدف اللي هو ممكن ما يعرفهاش، ان عرفت بعد كده ان زوجة استاذ جابر كانت ميس ابتسام، او ابله ابتسام اللي كانت عندي في ابتدائي، اللي احنا كنا بنحبها اولى تانية تالتة ابتدائي، كنا بنعشق ميس ابتسام. وعرفت ان هي كانت طلعت معاه شويه مديره مدرسه مصطفى مشرف. فاستاذ جابر دخلني مدرسه محمد قريم، الكلام ده في سنه 2001. دخلت قابلت استاذ محمد علي، صاحب الفضل الاكبر والاول والاخير ان اكون مدرس وانا مدرس. ساعات نشكر بحد كان مدرسك في ثانوي او مدرسك في اعدادي، بس استاذ محمد علي كان مدرسي وانا مدرسي وانا بعد ما اتخرجت. كان حد راقي جدا، حد محترم جدا. كان بيقول احنا لازم نعلمكم عشان نطلع مدرسين ناجحين، يعني لازم نعلمهم عشان نطلع مدرسين كويسين. ومن ضمن الناس اللي كانت معانا في نفس الفتره دي كان مستر تهامي، الاخ الغالي، والناس المحترمه جدا، والناس اللي مادتها العلميه بسم الله ما شاء الله عليها. وكان في مستر محمد الزيني. كلنا اتعلمنا وتلمذنا تحت ايد محمد علي. يعني الاستاذ محمد علي كان ليه الفضل كبير علينا، كان يعدي علينا في الفصل وانا شغال فيسمع، فما يحرجكش قدام طالب، فيقول لك انت قلت دي ازاي؟ اقول له انا قلت كذا 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 كذا. يقول لي طب ايه رايك لو قلنا كذا كذا؟ الاقي اللي قلته في 10 دقائق هو قاله في 3 دقائق. خبره ادالنا، نقل لنا خبره، نقل لنا حاجات كتير، فرق معانا ياما في حاجات ياما، وقفنا على رجلينا، علمنا ياما. فكان ليه فضل كبير علينا في الشغل ده. والسكه بدات تتحرك بقى، ان انا كنت خلاص ان انا مدرس، ان حلم اي حد متخرج من كليه التربيه انه يشتغل في مدرسه، فكان حلم. كلمه السناتر دي جت متاخره شويه، يعني جت بعديها بسنه، بس مش متاخره قوي يعني، متاخره بعديها بشهور كده. السناتر بدات بعديها على طول، يعني بعد ما قضيت سنه في محمد قريم. بدات السناتر من جاري، هو حاليا دكتور مصطفى المرشدي، دكتور في كليه حقوق. ان كان في سنتر في المنظره اسمه الاهرام، كان لسه بيعمل ستاف جديد وفريق جديد، فاشار ان احنا نروح. رحت قابلت استاذ شريف. استاذ شريف شلبي من الناس اللي ليها فضل عليا كبير جدا في سكه السناتر وسكه التعليم، ان هو يعني احتضن شاب لسه متخرج انه يبدا ان نعمل شغل. بدانا عملنا شغل كويس، بدانا نعمل شغل حلو في المكان. وكان اغلب الناس اللي في المكان اخبارهم كبار في السن وكبار في المقام وكبار في الماده العلميه، وانا كنت العصفوره الصغيره اللي موجوده في وسط المدرسين. بس هو كان مؤمن بيه جدا، واشتغلنا كويس وعملنا شغل على قد ما نقدر حلو. وبدات السكه بقى تتحرك من مكان لمكان لحد ما جت الاقصى صدفه. يعني الاقصى كانت صدفه ما بعدها صدفه. يعني انا كنت بعمل غلاف عند استاذ حليم، من الناس العظيمه جدا في الاغلفه وفي التصميمات، في كتابه المذكرات، حد محترم قوي وما زال شغال الله اكبر عليه يعني. فكان ساعتها برضو كان استاذ اشرف ممتاز، هو دلوقتي في الكويت، كان شغال كيمياء وشغال فيزياء الاثنين مع بعض. وساعتها استاذ مجدي صبحي كلمه قال له انا عايز حد احياء. فقال له طب انا في المطبعه دلوقتي مع حليم ومعانا محمد كمال. قال له مين محمد كمال؟ قال له شاب بس عامل شغل في الاهرام كويس في المنظره وعامل شغل كويس، ينزل. فنزلت اولى ثانوي بقى، خلاص انت شاب صغير مش هتشيل حاجه تانية، اولى ثانوي بس. ففي الفتره دي كان في مدرس كبير في المكان
اعتذر حصه في الثانيه، فاستاذ مجدي الصبحي قال لي تخش. فدخلت على 25 طالب، فهو ربنا يبارك له يعني وقف في ظهري كده قال لي لو اتبقى من 25 دول 5 بس انا راضي. انا راضي. قلت له والله ربنا يسهل. فال 25 تاني حصه بقوا 28، ما شاء الله. وفضلت العمليه تشد معانا لحد اخر السنه، وصلنا 160. السنه دي عملنا مراجعتين في الاقصى، مراجعتين اقوياء جدا. والحاجات اللي الطلبه ما تعرفهاش عني ان انا كنت في البدايه شغال احياء وجيولوجيا، وممكن الاستاذ محمد علي ما يكونش عارف المعلومه دي، ان انا اصلا خريج تربيه علوم بيولوجيا وجيولوجيا الاثنين مع بعض. يعني كان هيبقى الصخره الثانيه مع مستر حميد. فكنا شغالين احياء وجيولوجيا في الفتره دي. الجيولوجيا للاسف كانت على الادب، والاحياء طبعا مع طلبه علم علوم، لحد ما حصل ان الاثنين بقوا مع علم علوم، الاحياء والجيولوجيا مع علم علوم. انا نفسي ما حسيتش نفسي، لان انا كنت بشرح الاحياء كدكتور كده بيشرح احياء، والجيولوجيا بوضع تاني مختلف. قلت لا، صاحب بالين كداب، استقر في ماده واحده، والكفه رجحت ناحيه الاحياء وكملنا الحمد لله خير. ده من حسن حظ الطلبه ان الكفه رجعت ربنا ناحية يعني الأحياء. يبارك فيك، الحمد لله. ربنا يبارك لك. ايه بس والى ان وصلنا الى هذه النقطه. بس قبل هذه النقطه كان في نقطه ثانيه قبلها، اللي هي نقطه التحول بتاعه 2020 وكورونا. حضرتك بدات بعد كورونا بسنه تقريبا، يعني هي كورونا 2020 حضرتك بدات في الشغل اونلاين 2021 في اخر سنه الكورونا. اخر 2020 اخر سنه الكورونا. احنا كان بالظبط كده ممكن نقول 5/2020 شهر 5. ايوه شهر مايو 2020 احنا كان 15/3 اتوقفت الدنيا كلها. بدأ زميلنا واخونا، وممكن يكون اصغر مننا في السن، بس عقله كبير ودماغه حلوه جدا بسم الله ما شاء الله، السير محمد عثمان، مدرس انجليزي شاطر جدا جدا. بدأ بفكره ان احنا نعمل منصه، واحنا كلنا كنا مستبعدين، زي ما يكون حد بيقول لك احنا هنعمل الطياره ونطير بيها، فانت بتقول لا 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 مفيش الكلام ده، مش هيحصل. فقال نعمل منصه ونظبط الدنيا، وبامانه شغل الفريق كله مجاني، محدش دفع فلوس تصوير ولا مونتاج ولا اي حاجه. كان بيعمل فيديوهات ان احنا كلنا بنعملها نلحق الوضع، نلحق الدنيا. فكانت اقصى حاجه ان احنا فكرنا نعملها ان احنا نعمل ده، نلم الدور مع الطلبه في ليالي الامتحان، نعمل مراجعات بس ليالي الامتحان، ما عملناش اي حاجه تانية خالص. التصوير كان بادئ كمان ان انا في الاول كنت بصور في فيديوهات حتى على اليوتيوب موجوده، ان في موبايل انا مثبته بيصور ايدي، يعني بيصور ايدي وانا بكتب، مثبت الموبايل على الترابيزه يعني على الورق وبكتب على الورق ما شاء الله. بس اللي ظاهر. بدأنا بقى ان احنا نصور، اللي هو حد يصورك من وشك ده. كان بدايتها منصه الياسمين مع السير محمد عثمان. دي كانت البدايه. بعد كده بدأنا ان احنا عايزين نكبر الموضوع اكتر. فمحمد حسن بيسو باشا مدير سنتر الاقصى، الناس اللي انا بحبها جدا، الناس المحترمه جدا، والناس الحبوبه جدا، ولما تقعد معاه تحبه في ضحكه وفي هزاره. حصل. كلمني قال لي عشان ما تتعبش وقتك، وان انت لازم توفر وقت ان انت تروح فيه المنصه تصور في اولى وثانيه وثالثه، عندي حد محترم جدا وكويس جدا هيبقى معاك في القاعه ويصور في القاعه. قلت له مين؟ قال لي استاذ محمد علي. استاذ محمد علي اللي بيصورها. ما كنتش عارف ان العلاقه مع استاذ محمد علي هتبقى كبيره كده وقويه كده، وانا كنت متوتر ان انا هصور جوه قاعه، يعني انا في وسط قاعتي والدنيا والكلام ده كله، يبقى في كاميرا في النص وحاجه شغلاني وحاجه توديني يمين. قال لي لا ما تقلقش، هو هيبقى في وسط الطلبه والكاميرا مش هتبان خالص، وانت هتشتغل وتمام التمام ومية مندس وسطيهم مش هتحس. حتى انت بصاحب الطلبه اكتر مننا. فقلت له طب بص انا هجرب مره. ارتحت تمام، ما ارتحتش هنعتذر الاستاذ محمد. وجربت مره؟ جربنا. حسيت ايه بعد المره؟ كنت مبسوط. كملت ولا؟ يعني الاستاذ محمد بامانه من الناس اللي كانت مطمناك قوي، وانا الحمد لله والله بفضل ربنا ربنا كرمني بالناس اللي بتصور دايما مطمناني. يعني ربنا يجزاك يا استاذ. انا كرمني بالاستاذ محمد علي في السنتر، استاذ عمر كاميرا واحد معانا النهارده، استاذ عمر كاميرا مان نصور معاه الواجب. تعبينه جدا في المواعيد، مره نخلص 2 بالليل، مره 3 بالليل، معاه على طول، بيستحملنا كتير. بيجيب لي قهوه وبطيخ متقطع من غير بذر وحاجات حلوه كده، مظبطني والله يعني اقسم بالله. حتى لما رحنا حصص مصر كانت استاذه رغده، كانت من الناس برضو اللي هاديه جدا، وعلى مهلنا بالراحه، ونعيد تاني ونقول تاني وما تقلقش من حاجه.
فربنا كرم بجد ان كل الناس اللي صورتني كانوا الحمد لله. فارقين معايا كتير. هو من ضمن الحاجات اللي انا بحبها في بيس ان هو عرفنا على حضرتك. والله يعني انا بحب بيس عشان هو عرفنا عليك. والله بيسو عرفنا على ناس كتير من البداية. والله العظيم الناس بجد يعني بيسو ما عرفنيش على حد وحش. الحمد لله. ربنا يبارك لك. كشخصيه جميله والله. احنا شفنا حلقه ميس سهيله. طبعا هو مستر اسلام عيد. شفنا الحلقه بتاعتك مع مستر اسلام عيد خلاص. بس علاقتك مع مستر اسلام عيد انا اعتقد ان هي اعمق من اللي قلته في الحلقه ساعتها. لا مع اسلام زي ما قلت مع حلقه ميس سهيله، انا كل المدرسين اللي معانا معرفه تدريس. يعني كل الناس اللي انا اعرفها، كل الناس بلا استثناء انا معرفه تدريس، انا ما كنتش اعرفهم غير لما بقيت مدرس. اسلام انا اكبر من اسلام ب 24 يوم. اسلام احنا من مولودين في نفس العماره او عمارتين جنب بعض بالظبط. فاسلام احنا عشره العمر وعشره السنين كلها مع بعض، اخوات. يعني اخوات. انت زي الناس بتقولوا انت بتختار صاحبك بس اخوك بيفرض عليك. فاسلام ممكن ما نكونش نفس الطبع، مختلفين في الطبع جدا عن بعض، بس اخوك بيجري في دمك، انت بتخاف عليه وهو بيخاف عليك. بجد بجد يعني كلمه اخوات. وهو اسلام ومحمد السرجاني يعني احنا 3 اتولدنا في نفس المكان، كنا بنلعب مع بعض، كنا صغيرين في الشارع وبتاع والكلام ده كله. احنا عمر يعني عمر. واسلام بامانه ربنا يبارك في عمره، يعني من افضل مدرسين الفلسفه وعلم النفس في اسكندريه كلها. يعني ماده علميا دكتور على حق، يعني مش دكتور فيك، يعني دكتور لسه مناقش واخد الماجستير سنه ونص تقريبا. يعني الكلام متابع بالوساط. يعني بس ما شاء الله عليه، يعني الماده واسلوبه رائع جدا. يعني اسلوب رائع، ما بيغنيش ماده، ما بيهزرش مع الناس، الكلام ده كله بيقول ماده علميه صح، بيجيب اسئله في الصميم. بسم الله ما شاء الله مطلع 2 اوائل جمهوريه السنه اللي فاتت. ما شاء الله. لا ده انا لازم استضيف حضرتك بقى مستر اسلام او دكتور اسلام، لازم اجيبك ان شاء الله. موجود. الواحد برضه يحب من وقت للتاني. من وقت للتاني ممكن اشرب. اتفضل بس بالك مخصوص والله. قهوه ساده عجب يعني. الجيش المحرر حاجه تاني. بمناسبه انا هنغيره. القهوه، انا ما كنتش بشرب قهوه يعني لحد ما وصلت عمر 38 سنه. انا دلوقتي 43 سنه ان شاء الله. ما شاء الله شهر 11 الجاي بقى ابو 44 بقى زي ما بيقولوا يعني. العمر كله ليك. فكنت قعدت 38 سنه مش بشرب قهوه، بس طول اليوم كنت لازم اجي في نص النهار اخد مسكن، لازم تسكينه كده. لحد ما جاء استاذ حسام بركات، من الناس اللي ما اقدرش اقول له غير استاذ حسام، الناس المحترمه جدا. كان في سنتر الاصدقاء، قال له استاذ محمد حرام عليك، المسكنات اللي بتاخدها اعمل لك فنجان قهوه صغير. فعمل لي القهوه، كنت لسه بقى مش متعود على القهوه، فعملها لي زياده يعني. فعمل لي فنجان قهوه، حسيت ان انا طاير، فراشه طاير، عمل دماغي كنت جدا اول مره ان انا اشرب قهوه في حياتي يعني. فادمنت. لا بدات ان انا ادخل اي مكان لازم اجرب قهوته، يعني بدات ان انا ادخل اي كافيه كده لازم اجرب القهوه بتاعته. بدات انزل بقى من الزياده المظبوط على الريحه لحد ما وصلت للساده. اتعودت كده على القهوه الساده خالص وبقت مزاج. انا اما بدات بالساده وصلت للزيت. انا ما بستحملش الزياده خالص، ما بستحملهاش. لا صعب، فيها كميه سكر عاليه قوي جدا. هو الفنجان صغير وانا اصلا بحاول اعمل الرجيم، اي نعم بيفشل كل مره، بس انا ببدا بالقهوه الساده. ربنا نجحت بالرجيم ده مره واحده. احنا اتكلمنا على اجازه الاسبوعيه. طب باقي الاسبوع بقى يعني روتين، يعني بما انك الرايق وبما انك مش كده، روتين تحضير الحصص. يعني انت الاستاف، وانت جيت على اصعب حاجه. اصعب حاجه الناس كلها تعرف محمد كمال يقول لك اصعب حاجه روتين التحضير. اصحاب سناتر ومشرفين سناتر وكل الناس بالنسبه لهم الموضوع ده. محمد كمال معروف انه مش بيكلم حد يوم التحضير، كل الناس يوم التحضير صح. تحضر يوم ايه؟ انا السنه دي كان الاجازه تعتبر حد، نعتبرها حد. فكان لان كان عندي حصه واحده يوم الاحد الصبح ثالثه، فكان تحضير ثالثه بيكون يوم السبت، وتحضير اولى وثانيه يوم الاحد. انت كمان مقسم التحضير يومين؟ التحضير كان يومين السنه دي، بس السنه الجايه يبقى يوم واحد ان شاء الله. انا هيبقى الحد من باب ده كده لود عليك يا مستر. فلود كبير موضوع ان انت تاخد يومين تحضير، لازم احضر. واتعلمت التحضير ده برضه من الاستاذ محمد علي. انا دخلت على الاستاذ محمد علي كان بعد العيد الكبير، كان العجل فك فضرب الاستاذ محمد علي في رجله. فالاستاذ محمد علي كان متجبس في البيت، فقلت اروح ازوره وبتاع، فلقيت جنبه كتاب اولى ثانوي احياء. قلت له يا مستر وحضرتك لسه بتحضر؟ قال لي كل مره هشرح فيها الدرس لازم اقراه من جديد.
عيب الشباب الجديد انه ما بيقراش الدرس، وقال المعلومه بيقولها على طول. اللي كل مره بطلع حاجه جديده، اطلع معلومه جديده واطلع صياغه جديده اقول بيها المعلومه. فهو التحضير مش المعلومه موجوده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. النقطه كلها ازاي تقول الفكره، تقول الفكره الجديده، تطلع فكره جديده لفكره سؤال جديد، ان الحته دي ممكن يتحط فيها سؤال، فبيبدا التحضير من اولها. بس الموضوع ده بيعصبني ان انا ما عنديش قدره عاليه على الحفظ، يعني قدرتي على الحفظ صعبه جدا، فببقى مركز قوي التركيز ده لدرجه ان انا بيبقى الاعصاب متوتره جدا في يوم التحضير جدا. والحمد لله بتبقى خلاص مجرد ان يتقال اول حصه في الاسبوع بيكمل الاسبوع كله بنفس السيستم، بنفس النظام، بنفس الاداء، كله زي بعضه، بنفس الفكره تتقال في الحصه الاولى تتقال في الحصه الاخيره، كل الناس زي بعضه. الاستاف مؤخرا بيساعدك في تحضير الحصص؟ فريق العمل المساعدين الغاليين عندي جدا كلهم بلا استثناء والله العظيم. احنا اي خدمه سيادتكم في ربنا كرم. استاذ محمد علي بيحبك قوي. المساعدين بجد كتير يعني. اولهم استاذه هيام. استاذه هيام بامانه اخت غاليه ومديره عمل رائعه جدا، بتخاف على الشغل بقلبها جدا، بتخاف على الشغل قوي، تحافظ على الشغل قوي، متابعه كل الافكار في دماغها، وده مجهود عليها كبير يعني بامانه. يعني هي متابعه شغل المطبعه وشغل تصحيح الورق وشغل الورق واتصال والدنيا، كل الكلام ده كله هي بتبقى متابعاه بحيث ان هي مديره العمل مع الناس كلها. ربنا كرمنا بالفريق لحد ما الفريق بامانه بقى افضل الناس معانا، يعني ربنا كرمنا بجد ده، ان الشباب كلهم محضرين معانا كويس جدا، كلهم مدرسين على اعلى مستوى. حتى ميس هيام تربيه بيولوجي برضو، يعني الناس برضو ساعات بعض الناس يقولوا ان ميس هيام تجاره او اداره او حاجه، لا ميس هيام تربيه بيولوجي برضو. فالماده العلميه برضو عندها ممتازه جدا، والاستاف كله محضر، الستاف كله جاهز، مادتهم العلميه حلوه جدا. دايما الجمله اللي ثابته معايا ان ممكن اكون اكتر منهم خبره بس مش اكتر منهم علم. العلم ده محدش كبير عليه، هم بيقروا كتير وبيحضروا ياما وبيجيبوا معلومات حلوه، وبنتناقش في حاجات ياما، وبنتناقش في السؤال ده جه منين والسؤال ده جه ازاي واجابته ممكن تبقى ازاي. فكلنا بنخدم بعض، كلنا بنساعد بعض، وهو وصلنا بجد لفريق ممكن يكون فيه مدرسين افضل من محمد كمال في الاحياء، بس انا براهن ان مفيش حد عنده فريق عمل في الاحياء زي الفريق اللي عندنا. اقوى فريق عمل في ماده الاحياء في اسكندريه كلها ما شاء الله، بامانه. ان شاء الله. والكلام ده اتحدى بيه كل فرق العمل كلها، يعني اقول لك ان ممكن يكون مدرسين اقدر مننا بكتير، بس ان انا اتكلم على فريق بامانه فريق قوي 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 قوي. هو بسم الله ما شاء الله يعني بشهاده كل الناس فريق المستر من اقوى الفرق كتيم وورك مع بعض يعني، حتى التناغم في الشغل يعني ما بينهم ما شاء الله يعني. ربنا يديم عليك نعمه. الجمله اللي دايما تتقال كده، حتى استاذ مجدي صبحي دايما يقول طلابك شبهك والمساعدين بتوعك شبهك. فدايما كده حتى هو الطالب بيكون شبيه مدرسه. فتلاقيه احنا هاديين، بتلاقي طلابنا هاديين، بتلاقي المساعدين بتوعنا نفس الكلام. كل الامور دي كلها بجد ربنا يحفظهم ويبارك في عمرهم يا رب، ويبارك لهم في اهاليهم يا رب. هو بسم الله ما شاء الله بالنسبه لقناه يوتيوب، احنا بدانا قناه اليوتيوب يعتبر من قريب، بسم الله ما شاء الله جابت عدد مشتركين في وقت قصير جدا، وانا متوقع القناه ان شاء الله اللي هي توصل لابعد كتير والله، بس انا مرضي بيه والله. بس اللي لفت نظري ان ما شاء الله ما شاء الله يعني حصه ليله الامتحان بتاعت اولى باين اولى بتاعت الثانيه سنه، بس ما شاء الله يعني عملت عدد مشاهدات كويس جدا، يمكن اعلى من المشتركين في القناه. والله ليله امتحان ثانيه ثانوي كانت معموله بالقلب، يعني معموله بقلب بجد. يعني تعبت انا واستاذ عمر مع بعض، تعبنا، احنا عملناها على مرتين، يعني خلصنا يوم لحد الساعه 2 بالليل وروحنا وكملنا تاني يوم. جبت يعني انا قلعت القميص سبته كده عشان اجي بيه تاني يوم اصور بيه. يعني دي كواليس التصوير مع استاذ عمر كاميرا مان. كملنا تاني يوم الصبح، يعني كملنا عشان نخلص ده. كانت معموله بجهد وتعب وبقلب جامد جدا. لخصنا المنهج على قد ما نقدر، حطينا كل جزء وراه اسئلته، كنا مظبطين على قد ما نقدر ايه، وربنا كرم بيها بجد. يعني ربنا فرحنا وما خذلناش، وكنا مرضيين بيها قوي ان شاء الله. يا رب دايما يا رب. يا رب دايما. تانية انا بحب تانية، وتانية السنه دي حلوين الاماكن. اشتركوا على قناه المستر يا جماعه. قناه المستر نزل دي حاجه، عمل حاجه عمرها ما حصلت. منهج السنه كله قسمه على ابواب بشكل مكثف، نزل كل باب لوحده. دي حاجه عمر ما حد عملها، ما حدش عمل كده خالص. المستر عملها. حتى لما كنت بتكلم مع المستر يعني طب ننظم النشر، طب اوقات معينه، قال لي جدد النيه، بعت رساله للجميع وانا كنت منهم، قال يا جماعه جددوا النيه، احنا بنفيد الطلب.
فهو الموضوع على قد ما كان استاذ محمد هدفه ان احنا ننزلها تدريجي بحيث تعمل مشاهدات. انا كان الهدف ان احنا نفيد الطلبه في اقرب وقت، يعني احنا كان القرار جالنا متاخر للاسف ان احنا نفكر فيه، فلما فكرنا عقبال ما ننزلها يوم ويوم هندخل في اول ايام من 6. فانا قلت لا ننجز بدري بحيث ان كل حاجه تبقى نازله مع الطالب. انت عندك كل الفصول نازله، حتى التكاثر متقسم على جزئين. كل الفصول موجوده للطلبه كلها تستفيد بيها لحد ما ندخل باب اللجنه. وربنا يوفقكم يا رب ويفرحنا بيكم دايما يا رب. على خير باذن الله. ان شاء الله منتظرينك في حفله اخر السنه بقى ان شاء الله، نعمله بقى ان شاء الله حاجه كويسه باذن الله. امين يا رب. ربنا ان شاء الله يجبر خاطرك وخاطر الاستاف لدفعه السنه دي ان شاء الله باذن الله. ربنا يجبر خاطر الطلبه واحد بيأمل يعني. ناس شقيانه وتعبانه عشان تفرح بعيالها، وان شاء الله هيفرحوا بيهم باذن الله. علاقتك باصحاب السناتر علاقه غير عاديه. والله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، والله انا ما زعلتش حد، يعني على قد ما اقدر في حياتي ان انا حاولت ان انا ما ازعلش. ولو حصل لاي حد سامعني دلوقتي جايز يكون غصب عني في حاجه، بس بامانه انا كنت على قد ما اقدر ما بحبش ازعل الناس. فلما تسال على محمد كمال ممكن الناس تختلف على مادته العلميه، بس الناس كلها بتقول محترم. فدي كانت حاجه انا فخور بيها جدا، يعني لدرجه ان يعني مدرسين زمايل من الاحياء معاك يعني وحبايبك، وبنشير لبعض حاجات ومتابعين بعض في حاجات بقوه يعني. واصحاب السناتر حتى لما بسيب سنتر بنعتذر قبليها، ما بسيبش الناس مع بدايه السنه ان احنا نسيب الدنيا ونمشي او نعمل حاجه، بنبقى معتذرين. يعني لما بعتذر عن سنتر بمهد ان انا السنه الجايه ان شاء الله مش هكون موجود، او ان انا هكمل الترم ده على خير ونكمل لحد ليله الامتحان، بس الترم الجاي مش هكون موجود، فبنبقى كويسين. الناس اللي بدات العلاقه بيهم غريبه شويه، الزهراوي. طبعا الزهراوي. الزهراوي انا بدات في السنتر ايجار قاعه، يعني بدات في الزهراوي اصلا من كام سنه. استاذ محمود رمضان رياضه كلمني قال لي ما تاجر في الزهراوي. كنت انا مأجر في مكان اسمه اسبكت، كان اكاديميه للكمبيوتر في فيكتوريا بالظبط. فهم صفوا المكان، فقال لي طب ما تروح الزهراوي. قلت له طب اقابل الناس. قابلت الناس، قابلت مصطفى اللي كان بالنسبه لي باشمهندس مصطفى، بس قابلت مصطفى وقعدنا مع بعض واتكلمنا واجرت قاعه. فلقيت الناس تعاملهم حلو، يعني الناس كل اسبوع لما اجي الحصه الاقي الناس بتسال ايه السلبيات اللي قابلتك قبل الايجابيات، ايه الحاجه اللي عايزين نعدلها ونظبط الدنيا. ففي مره جيت كان بنوته في المكان كان اسمها هايدي، فانا طالع من المكان قلت لها لو السبوره تيجي في اخر القاعه بعيد عن الباب هتفرق معانا كتير. وخلاص ما قلتش حاجه. بعد كده طلعت بعد في اجازه الصيف قابلت باشمهندس مصطفى، قلت له انا قلت لهايدي، قال لي تم وتم التعديل. قلت له بالسرعه دي؟ قال لي تم التعديل، خش القاعه وهتلاقي التعديل اللي انت قلته ده. اللي هي القاعه اللي احنا بنصور فيها القاعه لا القاعه الكبيره دي الخديوي، دي معموله جديده واتسمت باسمي الاولانيه. اتسمت باسمي الاولانيه. سموا قاعه باسمك، قاعه الخديوي. يا سلام يا سلام. فمصطفى انا ما توقعتش ان احنا من حتى مأجر في سنتر ان احنا نبقى اخوات. يعني مصطفى اخويا انتيمي، محمد كمان الناس محمد الزهراوي من الناس الغاليه عندي جدا جدا، واخ غالي قوي. بس انا ومصطفى انتيم، يعني دماغنا قريبه من بعض، فاهمين بعض كتير بالاشاره كده، بنفهم بعضنا من بعيد. فما بقيناش انا يعني ما بقاش شغل ده. احنا مش عايز اقول لك احنا كنا الاثنين بنختلف مين ياخد النسبه الاقل. يعني لما نيجي نتكلم كده في النسبه بين المدرس والسنتر، كان كله بيتنافس ان انا اخد الاقل ومصطفى ياخد الاكتر. مصطفى بالنسبه له محمد كمال ياخد الاكتر وهو ياخد الاقل. كنا بنتنافس في الخير للتاني، يعني كل واحد بينافس التاني. العجمي اول بدايه في العجمي كانت 2004. كان الاستاذ علي ابو السيد. الاستاذ علي ابو السيد كان نجم ساطع في اللغه العربيه في اسكندريه والجزار والحزب الوطني، ضجه. وبسم الله ما شاء الله عليه حتى الان الله اكبر عليه، مادته جباره جدا. خدني وانا لسه بقى شاب صغير كنت في الاقصى هنا. قال لي تنزل العجمي، ونزلت العجمي وعملنا شغل الحمد لله كويس. طبعا مش زي شغل الاستاذ علي يعني، بس عملنا شغل على قد ما نقدر فيه، وكانت سنه. بس للاسف الفتره دي ما كانش بقى معايا عربيه، وكان مشوار العجمي بالنسبه لي مشقه. تم اعاده الاتصال مع استاذ محمد غريب نجم الفيزياء بالعجمي واسكندريه كلها. قال لي محمد انا عايزك معايا. قلت له وانا معاك. قال لي بجد؟ قلت له مع بعض ان شاء الله. وانا بحب اشتغل معاك، وانا بحب محمد غريب،
وانا عايز اشتغل مع محمد غريب. قال لي تمام. فما كانش ليا اسم في العجمي ان انا اروح، فرحت. كان في بنوتين 2 طلبه، فهو اتصل بالمشرفين عنده فقال لهم ايه الاخبار، فقالوا 2 طلبه، فقال لهم اكيد محمد كمال روح. قالوا لا ده شغال جوه في القاعه. وبفضل ربنا اشتغلنا 2 بقى 4، بدا العدد يزيد، بدا العدد يتحرك. انا بحب لما احط بذره اكمل، يعني بنحط البذره ونبدا نروي البذره، بس على الاقل سنه. نجحت في نهايه السنه نكمل، فشلت يبقى انا عملت اللي عليا وخلاص. ربنا كرم والعدد تضاعف السنه اللي وراها، ربنا كرم والتانية السنه اللي فاتت عملت ضجه في العجم كبيره جدا ان شاء الله. بفضل ربنا سبحانه وتعالى. تانية ثانوي فرقت معانا كتير جدا جدا، يعني بفضل ربنا ما القاعات كانت بتقفل ومش لاقيين طلبه، كنا بناخد اماكن اكبر وبناخد نوسع في ثانيه، وده فرق معانا في حجز ثالثه السنه الجايه. وربنا كرم بجد، وكانت فتحه خير محمد غريب بصراحه. الحمد لله. هو اخ غالي ومحترم ومادته العلميه ممتازه جدا كمان. الحمد لله. اللي يخش على صفحه حضرتك بسيرش صغير كده هيلاقي ان حضرتك ايه، يعني يعتبر عامل شير ودعايه لمدرسين زملاء اكتر من نفسك. انا بشوف عندي دي عادي عادي، بشوف عندي دي حاجه شخصيه ترجع لك، ولكن انك تعمل دعايه لاسيستنت كانوا عندك او مدرسين جداد شباب لسه صغير لسه بيبداوا حياتهم، دي اللي ايه، دي اللي مختلفه صراحه. والله في كل الاحوال اللي الناس لازم تبقى مقتنع بيه جدا ان محدش بياخد رزق حد، محدش في الدنيا بياخد رزق حد. في بعض المدرسين بترفض ان المساعدين يحضروا معاهم الحصص او يسمعوا شرحهم او يبقوا متابعين الشرح عامل ازاي او الدنيا دي كلها. بالعكس احنا كلنا بنفيد بعض، كلنا نزود بعض، ومحدش في الدنيا بياخد رزق حد. انا لو ليا جنيه ربنا هيجيبه لي لحد عندي، بس المهم ان انا اسعى السعي. فكلنا بلا استثناء ان انا بشير لمدرسين زملاء احياء المساعدين اللي معانا بسم الله ما شاء الله عليهم لازم ياخدوا حقهم، لازم يبقوا متواجدين. ده امر طبيعي، يعني امر طبيعي ان الناس اللي معانا، وده اللي اتعمل معانا. يعني ده قلت لك استاذ محمد علي كان بيقعد يعلمنا ازاي نقول ماده. ده زمان ما كانش فيه لا فيس ولا نت ولا جروبات ولا حاجه خالص، بس الدعم كان بشكل مختلف. واللي بدا بامانه عشان اقول لك ان انا اتعلمت ان انا يعني كنت برضو بنتكسف ان انا اشير لمدرس تاني، يعني مدرس احياء تاني. اللي بدا ده استاذ الاحياء استاذنا واخونا الكبير، وانا بسميه قائد الاحياء في اسكندريه كلها، استاذ وليد عباس. استاذ وليد عباس اخ محترم ومهذب جدا. حتى احنا عاملين جروب على الواتس انا ووليد عباس واستاذ سامح مسعود واستاذ ايمن سبحان، جروب واتس صغير كده، لما يقف سؤال مع حد فينا بنستشير بعض وبنقول. وبجد كلهم مادتهم العلميه توب 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 توب، حاجه الله اكبر عليهم، ايه ممتازين جدا في الماده العلميه، محترمين جدا. ردودنا كلها بشكل لائق، ممكن ما نكونش بنتقابل غير كل سنه مره، يعني ممكن مره في الصيف كده نتقابل مره كده ولا حاجه، بس الواتس متواصل متابعين بعض. فكان اول حد يشير لمدرس احياء تاني كان استاذ وليد شايل، فانا كنت في ذهول يعني. اتعلمنا منه دي، هو بجد قائد. وبدانا كلنا ان احنا نبدا نشير ونبدا نتابع بعض ونبدا نشكر لبعض ونبدا نتكلم في بعض في ظهر بعض. في كل مدرسين الاحياء بامانه، يعني انا ما شفتش منهم حاجه وحشه. انا الماده بتاعتنا ماده ما اعتقدش ان فيها حد وحش، يعني في مواد تانية فيها شقلباظات كتير ولعب ايام، احنا الماده بتاعتنا بجد كويسه. فلنفرض افترض معايا يعني ان خلاص واحد طالب او طالبه خلاص فريش جرادويت من كليه التربيه قسم بيولوجي، تنصحه تقول له ايه؟ هو خلاص داخل على خلاص لسه بيقول يا هادي في الكارير. والله يا هادي في الكارير، اول كلمه ما تستعجلش، والرزق جاي، يهمنا ان انت تسعى، بس بنسعى باحترام وبنسعى بادبنا وبنسعى بمادتنا العلميه وبنسعى بتحضيرنا كويس، وكل ده سعي. انا مذاكره الاحياء اتقطعت من، يعني استاذ محمد علي قطعها لي 4 مرات. يعني كان في منهج زمان كان في حاجه اسمها البلهارسيا، فعملت مذكره يقطعها لي، الثانيه يقطعها لي، لحد ما وصلنا ان قال لي هي دي واثبت بقيه المنهج عليك. وقال لي كلمه حلوه قوي ساعتها، قال لي انت الحصه بتخلص وبتمشي ومذكرتك اللي باقيه مع الطالب، فلازم مذكرتك تبقى وافيه، مذكرتك فيها كل حاجه، ما ينفعش مذكرتك تبقى ناقصه كلمه، كل حاجه تبقى موجوده، لان الطالب بيقعد 1.5 ساعة معاك او 2 ساعات معاك او 3 ساعات معاك وبيمشي، ولكن مذكرتك باقيه معاه. وكلنا
انا بسرح مع المدرس في الحصه اذا كان احنا بنسرح مع ربنا في الصلاه، يعني احنا بنصلي بنسرح، فاكيد الطالب هيسرح معانا جوه القاعه، يسرح في اي حاجه، يسرح في مجموعه، مشكله في البيت، في اي شيء. فاللي باقي مع الطالب المذاكره، فالمذاكره لازم تبقى كويسه. ويا ريت الناس متخرجه ما نستعجلش، وهتوصلوا كويس وهتلاقوا شغل، بس نسعى له بالراحه ونبعد زي ما الناس بتقول عن الاكونتات الفيك والحاجات اللي بتحصل دي كلها. اشتغل بما يرضي الله والله وربنا هيرضيك. طول ما انت ماشي بما يرضي الله ربنا هيرضيك ان شاء الله. اتلسعت من الفيك ولا ما طلقش الموضوع؟ والله بص، الحمد لله انا مش يعني زي ما قلت لك في الاول مش مزعل حد الحمد لله. حتى لو في مدرس مصاحب مدرس احياء تاني ممكن يدعمه بس ما بيشتمش محمد كمال، ودي انا بالنسبه لي غاليه جدا وفوق دماغي. ناس كتير وده مش مزعلني، بالعكس والله اكيد صاحبه هيدعمه واكيد هيبقوا مع بعض ودراعهم في دراع بعض وكلهم كويسين وربنا يبارك فيهم كلهم بقى، يعني مش انا بصدق معاك. وانا ما شفتش من اي حد حاجه وحشه يعني، الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا ما بعيبش في حد، وبالتالي الحمد لله مش بلاقي حد يعيب فيا. فعلى قد ما اقدر ان انا كويس معاهم وهم كويسين معايا، ومش مش بلاقي ضغينه من حد ضدي يعني كل ده بتاع ربنا. ممكن تلاقي حد مش شرط ان المدرس نفسه يكون ضدك، بس تلاقي مثلا ايه طالب حبه زياده فيدخل مثلا يعيب في فلان، وارد ده يحصل، او يتكلم عليك كلمه مش كويسه، بس بعدها بفتره بلاقي الكومنت اتمسح او الحاجه اتشالت، او الناس تقول له لا ده محمد كمال ما تعبش فيه يا عم، ده راجل ما زعلش حد. وبفضل ربنا والله الحمد لله على قد ما نقدر وما نزعلش. الحمد لله. انا عايزك تبص للكاميرا مان 1 او الكاميرا 1 وجه رساله للطلبه حبايبك السابقين ودفعه السنه دي واللاحقين ان شاء الله السنوات القادمه. الطلبه السابقين ده في منهم اتجوزوا وخلفوا، وكان اول طالبه عندي كانت ايمان، بسم الله ما شاء الله، متجوزه ومخلفه دلوقتي. ايمان كانت اصغر مني بحوالي 4 سنين تقريبا او 5 سنين. والطلبه ياما عندنا دلوقتي حتى قابلتهم في صلاه العيد اللي فات على طول بزوجاتهم بابنائهم، فكنت فرحان جدا بيهم. والطلبه اللي معانا السنه دي ان شاء الله ربنا هيفرحكم وهيكبر بخاطركم ويكبر بخاطر اهاليكم على التعب اللي انتوا تعبتوه طول السنه. ده نزولك الدروس لوحده كفايه. انت نزولك الدروس وجايك من الدروس غيابك طول اليوم بره البيت وانت من درس لدرس من غير اكل من غير حاجه، اللي مع الاندومي اللي انتوا قاعدين تاكلوه طول النهار والحاجات دي كلها، ده ان شاء الله هيبقى شفيع ليك. حتى لو ما ذاكرتش حاجه ربنا هيكرمك يا رب. كفايه وجع بطن بقى، ده وجع بطن والله. ان شاء الله ربنا يعوضكم ان شاء الله باذن الله. فرحان بالبودكاست متغير حبيبي بس، وسعيد ان انا كنت موجود فيه. استنى بس قبل ما نقفل الثانيه، كان انا كنت عامل مسابقه الحلقه اللي فاتت، كنت قايل المسابقه اللي هيتوقع صح هنقول اسمه في المايك ويكسب معانا خلاط. صراحه نجيب خلاط من موزع عصير ولا حاجه؟ ما فيش الميزانيه. مدير الانتاج منشفها، مدير الانتاج مستر حسين محسن نشفها علينا. مدير الانتاج النهارده بقى هو كان موعدني بجيلاتي بس بعت لي قهوه. هيصرف بس خلاص كده انا مع مستر مجدي بقى، مع السلامه يا حسين انت. اللي توقع صح الحلقه اللي فاتت كان مين؟ محمود السيد كوتي. قال مستر محمد كمال، طبعا ده مش هياخد نقطه بس ممكن ياخد بوينت المره دي. الكوتي ايوه ده من ضمن الناس اللي كانت بتهتف والله الشعب يريد محمد كمال. الناس اللي غاليه علينا والناس الطيبه جدا جدا جدا، ربنا يفرحنا دايما يا رب. اختي كاتبه حسن شاكوش، شيخت ليه؟ حسن شاكوش ايه وبتاع؟ عبستك ازاي وانت مش بستاني يا شيخ؟ طبعا في مطلق جرحين مستر سيد عبد الرحيم، وانا بوجه نداء من هذه الحلقه مع حضرتك. مستر سيد عبد الرحيم هتيجي ان شاء الله، هتجيبك وهنعمل حلقه وهجيب من القامات في الوراء. ألفية ابن مالك كلها في جيبه. فايد الكريم ابن عبد الرحيم بجد. هجيب حبيبك، هجيب لك حبيبك. وانت عارف هو مين، خلينا مفاجاه في الحلقه. مستر حسام ذات نفسه بيقول لي انا شاكك بس مش متاكد. مستر امين بيقول لي اكيد هو صح، مستر امين ايطالي. مستر محمد كمال كاتب مع نقط مفيش مستحيل، احنا ممكن نديك نص بوينت عشان انت ما قلتش الاسم كامل بس انت توقعت صح. احمد عزت قال حسام خليل نجم اليوتيوب. تيفا قال مستر حسام خليل. عادل احمد زيزو قال حسام خليل. انتوا هم عرفوه ازاي؟ انا كنت مغطيه كله يا جدعان. ايه التوقع الصح قوي ده؟ ميس هيام بعت مش هتكلم كلها ايموجي. الحاج علي الدقدوي توقع صح، هو اصلا كان ورايا وانا هو عارف شايفها. ايه يا حاجه عارف الاتفاق بس كده خلاص. بس احنا وصلنا لاخر حلقه، وانا بصراحه الحلقه والله انا كنت خايف في اول حلقه. بس ليه خايف ليه؟
الكاميرا يعني ممكن اشرح بس. لا ايه ده بس، ده احنا خلاص، ده ما شاء الله، ده الكاميرا حباك من اول حصه، ربنا يبارك في عمرك. من اول حصه خالص كاميرا حباك. ما شاء الله كاريزما قدام الكاميرا، بسم الله ما شاء ربنا الله. يبارك لك. بس انت بس اسمع كلامي وفي الافكار اللي انا بقولها لك، ونعمله سكتشات كده وحاجات، هسمع والله. ونشقلط كده، نشقلط السوشيال ميديا كده وننطقها كده. السنه الجايه ان شاء الله خير باذن الله. برنامجك بقى حصري كده حاجه حلوه ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله. منهج اولى ثانوي كامل هيكون على اليوتيوب مجاني. الله لا دي مش احلى هديه بصراحه اتقالت في البرنامج ده من ساعه ما بدا بصراحه. خلاص المستر المسلمون عند شروطهم، قال هنزل اولى ثانوي يوتيوب، فهتنزل يوتيوب باذن الله ان شاء الله. انا مبسوط جدا. انت طبعا عن الحلقه، انت طبعا عن البودكاست، ومبسوط ببودكاست متغير جدا، ومبسوط بالناس اللي زي العسل اللي معانا كلهم ورا الكاميرا. اتمنى لو يتاخد لهم صوره وتتحط في اخر الحلقه باذن الله. شاركت معانا في هنشرح دي، هنصرف لهم جيلات. ربنا يبارك فيهم على حسابي بقى جيلات. ربنا يبارك لك. نورتني. انا السعيد وانا مبسوط بحضرتك جدا، ومتشرف بكلامك دول الناس اللي معانا دي كلها. ربنا يخليك يا مستر، ربنا يخليك. اتمنى تكونوا اتبسطت بالحلقه، وما تنساش لو انت مش مشترك في القناه اشترك. اكتب لي في الكومنتات ايه رايك عن الحلقه، وعايزني اجيب مين في الحلقات الجايه ونتكلم عن ايه. بشكر حضرتك مره ثانيه وثالثه ورابعه ولحد الاخر، وان شاء الله في حلقه جديده باذن الله. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم.